النهارده جايه لكم بفيديو البسبوسه. كان كده حاجه قمر قمر قمر، ما شاء الله. وصفه النهارده كانت تحفه من الجمال. بسبوسه النهارده بسبوسه ناجحه جدا جدا 100%. تعمليها كده وانتي واثقه في نفسك. بس اهم حاجه شوفي الفيديو لحد الاخر عشان تشوفي كل خطوه عملتها ازاي كانت سبب في نجاحها. تمام. اهم حاجه في الوصفه بتاعتك ان هي تطلع سليمه. ما تهدريش في المون بتاعتك لان البسبوسه دي من المخبوزات الحساسة، من الحلويات الحساسة. لو خلطتي بالمعلقة بس ثانية واحدة بس بتبوظيها. لو ما حطيتيش اي مكون من مكونات، حاجة يعني بسيطة جدا تستهتري بيها، هتبوظلك الدنيا. بنعمل حاجة بإيدينا في البيت عشان تطلع حلوة، كل اللي ياكلها يشكرك إن شاء الله. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها على القناة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإن شاء الله أنزل لكم فيديوهات كتير وأبقى سبب في سعادتكم كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، وتبقوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. يا رب يقدرني ويبقى عندكم الإحساس ده كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي، يبقى فيديو ممتع كده مش تقيل على قلبكم. تمام. بصوا بقى البسبوسه بتاعتي متماسكه ازاي. هوريكي دلوقتي البسبوسه دي لسه زقينها حالا بالشربات. شايفين؟ بصوا ما كملتش 10 دقايق. شايفين البسبوسه متماسكه ازاي؟ علما ان البسبوسه دي معموله بالميه. تمام. وصفه النهارده كانت حلوه جدا جدا جدا. ما تنسوش يا جماعه تحطوا اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، وتشيروا الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من صحابكم وقرايبكم وجيرانكم. يا رب وصفه النهارده تعجبكم وتنور رضاكم، وتجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. اكتبوا لي في الكومنتات وفي الاشعارات، وخلي الاشعارات تجيلكم. فعلوا زر جرس التنبيه اللي هو الجرس ابو جناحين. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنا عندي نص كيلو من دقيق السميد. دقيق السميد العادي خالص، تمام، اللي من عند العطار بدون اي اضافات. بصوا اهو بوريه لكم من غير اي اضافات، وفضيته من الكيس قدامكم كده عشان تعرفوا ان دي بسبوسه سايب. تمام. دي ذره الملح ما ننساهاش ابدا عشان دي بتظبط طعم البسبوسه بين الحادق والحلو. تمام. دي نص معلقه كبيره من البيكنج باودر. اوعي تنسيها في اي بسبوسه، وما تخشيش على اي فيديو على اي قناه وتقولك ما تحطيش بيكنج باودر للبسبوسه، من اكبر شيف لاصغر شيف. تمام. ده عن تجربه. خلاص كده ضفنا كيس من الفانيليا. هنا بقى نص كوبايه من السكر، عليها ربع كوبايه من جوز الهند. دي بقى سر الريحه الحلوه اللي بتشميها في بسبوسه الاكياس. خلاص هنضربهم مع بعض ضربة كده حلوة في الخلاط لحد ما ينعموا معانا خالص. تمام. وهنفضيهم على المكونات دي. يبقى دي معايا المكونات الجافة. شايفين طحنتهم بوريكم على ايديا اهو، بقوا زي السكر الناعم مع السكر. بقى بصوا الريحة تحفة تحفة تحفة، ولا كأنك حاطة جوز هند في الوصفة. ودول معلقتين من الدقيق، معلقتين اتنين بس. الدقيق هو اللي بيخليها متماسكة من اول لما بتقطعيها في اول مرحلة كده، وهي لسه نازلة من البوتاجاز من النار. تمام. ولسه زقيها بالشربات السخن، وهي سخنة كده تقطعيها تلاقيها متماسكة زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. هقلب المكونات دي كويس جدا 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 مع بعض عشان ما فيش اي حاجة تبقى كلاكيع كده ولا حاجة. تمام. من الدقيق من السكر مع من السكر وجوز الهند. تمام. قلبتهم خلاص كويس جدا مع بعض. هنا عندي كوبايه الا ربع من السمنه. تمام. عايزه تحطيها سمنه على زيت تحطيها، عايزه تحطيها سمنه بس تحطيها زي ما انت حابه. خلاص كده. وهنا دي كوبايه الميه. وسر بقى في طعم البسبوسه بالسمنه البلدي. تمام. انا عاملاها بسمنه نباتي النهارده وبميه. خلاص. هنا بقى كانك حاطه لها لبن. المعلقه دي سر بقى نجاحها النهارده وطعمها الحلو، وكانك عاملاها بسمنه بلدي. دي معلقه من القشطه البلدي. جبت كوبايه من الميه دي اللي هزود بيها البسبوسه بدل كوبايه اللبن. بصوا بقى، ودول اهم معلقتين في البسبوسه. برضو سر التماسك بتاعها يا جماعه، وسر ان هي بتبقى بتلمع كده وقمر معاكي وطعمها حلو جدا جدا جدا. معلقتين من عسل الجلوكوز. لو ما عندكيش معلقتين من عسل الجلوكوز يبقى هنحط معلقتين من عسل النحل. تمام. هنا كوبايه الميه ضربتها في الخلاط كويس مع معلقه القشطه البلدي، خليتها بقى زي السمنه البلدي. تمام. كاني عاملاها بالسمنه البلدي. خلاص. ما ننساش الخطوات دي يا جماعه، خطوات بسيطه جدا بس بتدي نتيجه حلوه جدا. خلاص. هنا كده كوبايه السمنه سيحتها على النار، كوبايه الا ربع سيحتها على النار. تمام. بس خليتها دافيه كده زي دمعه العين.
من نجاح البسبوسه برضو يا جماعه، ما تنزليش ابدا المواد السايله سخنه بتغلي على الدقيق البسبوسه او اي دقيق، هيكلكع معاكي، ماده الجلوتين اللي فيها هتشتغل، اي مواد رافعه حطها للبسبوسه هتختفي معاكي وهتفقد الخمر بتاعها. خلاص كده تمام. بصوا بقى، بقلب التقليبه دي زي ما انتوا شايفين كده، البسبوسه ما بتتعجنش عشان ما شغلش ماده الجلوتين اللي في الدقيق، تمام، وتعمل لي عرق كده تبقى كانها عيش، او تجبس في بعضها كده، مش هتشرب الشربات بتاعها وتبقى مش حلوه خالص ووصفتك هتبوظ وهتبقى في حته تانية. لا احنا خلاص نتبع الوصفات كده بتاعتنا والخطوات بتاعتنا واحده واحده، تمام، عشان خاطر الوصفه بتاعتنا تطلع زي القمر. خلاص كده جبت صينيه هنا دي مقاس 30، دهنتها بالسمنه. خلاص كده هنزل بقى البسبوسه بتاعتي القمر دي. بص وصفة النهاردة بكوباية مية بس عملناها، وبمكونات يعني بسيطة جدا 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 واقتصادية جدا جدا جدا، والطعم سمنة بلدي. السر فين؟ السر في معلقة القشطة البلدي. خلاص، لأن قشطة بلدي دي سمنة بلدي. خلاص كده. بصوا بقى، عشان الصينية بتاعتك تطلع متساوية كده زي بتاعة الحلواني بالظبط، بصوا الطريقة دي حلوة جدا 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 في تسوية الصينية. هي بصوا بهز كده الصينية، الهزة كده بتميليها على قدام كده وتفضلي تهزيها هزتين تلاتة مع بعض. بس بصوا بقت قمر قمر قمر. هحطها في الفرن بقى على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. شايفين بقى الوش عامل ازاي؟ ولا كأنك عاملاه بمسطرة. خلاص كده بعد ما دخلتها الفرن هعمل الشربات. هحط كوبايتين الا ربع من السكر، من كوبايتين الا ربع كوبايتين لكوبايه ونص، يعني تبتدي من كوبايه ونص، تمام، ما تقلليش عن كوبايه ونص. اهم حاجه ان انت تحطي بقى كوبايتين من السوائل، كوبايتين ميه، ما تقلليش ابدا عن كوبايتين الميه لنص كيلو دقيق السميد. خلاص كده حطينا كوبايتين، وانا احط ايه ربع كوبايه كده من عندي عشان تطلع عايزاها جوسي كده وحلوه قمر. خلاص احط هنا كيس من الفانيليا، ده من اول الوصفه كده بحطه، تمام، ونص ليمونه، نص ليمونه بس، اهم حاجه ما نزلش فيها البذر ولا التفل اللي في الليمون. خلاص كده اهو. بس خلاص كده الليمون غالي بقى وانا مش مشكله، خلاص ما تدقوش. خلاص حطها على النار، واول لما تغلي كده، عشان ده كان سكر تومين عادي خالص مفيش اي مشكله، تشيلي الري من عليه اول باول. خلاص كده يا جماعه وصفتنا كده حلوه وزي القمر. بقى شربات البسبوسه بيبقى خفيف يا جماعه مش وسط، شربات البسبوسه بيبقى خفيف مش وسط. خلاص كده هحطه على النار كده، اول ما بتبتدي البسبوسه تاخد في السوا تخش في السوا كده اقوم حاطه الشربات على النار، تمام، لان انا البسبوسه هتطلع سخنه كده والشربات بتاعها هيطلع سخن. شايفين كده؟ بصوا بقى البسبوسه بتاعتي الناجحه، شايفين الاتنين سخنين، حاجه كده بتقول تش يعني. بصوا بقى القمر، شايفين ده سخن وده سخن. ليه بقى بنحط الشربات سخن والبسبوسه سخنه لسه نازله من الفرن؟ عشان الحبيبات البسبوسه بتشرب الشربات، تمام، فبتبتدي ان هي زي كانها بتتشربها كده وتنفش كانها بتستوي. واخدين بالكم الحته دي؟ تمام كده. بصوا بقى البسبوسه بتاعتك الناجحه، شايفين بتشرب الشربات ازاي؟ زي الارض بالعطشانه بالظبط. دي بسبوسه ناجحه، وانتي بتسقيها الشربات كده. خلاص طمني كده وحطي في بطنك بطيخه صيفي ان انتي هتعملي احسن واجمل واطعم قطعه بسبوسه هتاكليها في حياتك. خلاص بابسط ويعني مكونات اقتصاديه جدا جدا جدا، وطعم بلدي، سمنه بلدي كانك عاملاها بالسمنه البلدي. خلاص. بصوا بقى الجمال والحلاوه والقمر ده. بصوا يعني حاجه كده تفتح النفس، حاجة كده لو قدمتيها لضيوفك هتشرفك هتشرفك هتشرفك، حاجة كده لو خدتيها كده في علبة حلوة كده زي القمر، من العلب اللي هي اشتريها كده من عند، في ناس بيبيعوا مستلزمات الحلويات، هتلاقيهم علب، عندهم علب صغننه كده وشيك قوي وللبسبوسه. قولي بس انت عايزه علبه للبسبوسه، هيديها لك كده تاخديها معاكي في اي حته في اي مكان، مش هتتعرف خالص ان البسبوسه دي انت عاملاها في ايديكي، تمام، هيقولوا لك ان هي جاهزه، مش هيصدقوا ان انت عاملاها بايديكي. خلاص كده بقطع البسبوسه معاكم. بصوا انا لسه حاطه الشربات، يعني احنا لسه حاطين الشربات حالا. بصوا بقى البسبوسه بتاعتنا اهي زي ما الراجل بيعمل بقى كده، بيفتح لها المجال كده ان هي تتقطع قطعه كويسه وتطلع معايا سليمه. شايفين بقى القمر؟ البسبوسه بتاعتنا لسه نازله من على النار. بصوا بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو عجبكم وصفتي النهارده والفيديو عجبكم اشتركوا في القناه
وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة انا بنزلها على القناة. شايفين بقى؟ بصوا، كل لما بتقعد كمان وتسيبي البسبوسة بتاعتك لتاني يوم بتزيد حلاوة جمال، بتبقى قمر قمر قمر، كل يوم بتبقى احلى من اليوم اللي قبله. شايفين بقى الجمال والحلاوة ما شاء الله؟ بصوا بقى، شايفين هنا زي ما وريتها لكم كده في اول الفيديو متماسكة ازاي، وبتتقطع كده، بتتقسم اتنين متماسكة متماسكة يعني. بصوا، بصوا شايفين الجمال والحلاوة؟ بس اتبعوا الخطوات لحد الاخر. لو عجبكم قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة انزلها على قناة. مش عارفة تشترك ازاي في القناة؟ انزلي تحت الفيديو هتلاقي مربع كده مكتوب عليه اشتراك، دوسي عليه هيطلع لك جرس، دوسي عليه تاني هيطلع لك جرس بجناحين. والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.